مشتريات الاسبوع من الخضار واللحوم والاسماك. هقولك لو انت بتاخدي مصروفك بالاسبوع هقولك ازاي توفري في الميزانية بتاعتك، وازاي انا جبت ب400 جنيه بس اللحوم والاسماك والخضروات بتاعة الاسبوع كله كاملة. تابعي معايا الفيديو للنهاية علشان تعرفي، واقولك على الاسعار، وهقولك على ازاي توفري في الخضار والحاجات اللي انت تجيبيها وتحافظي عليها، ما تقدريش منها اي حاجة نهائيا. تابعي معايا الفيديو وشوفي التفاصيل، وانا هقولك ازاي جبنا ب400 جنيه بس ميزانية اسبوع بحاله من الخضار. كل المنيو هقولك منيو كامل للاسبوع علشان خاطر يبقى عندك افكار للاكلات بتاعه الاسبوع كله، وكمان افكار كلها اقتصاديه وان شاء الله تعجبك، وكمان ال 400 جنيه ل5 افراد. تابعي معايا الفيديو ان شاء الله الافكار تاخدي منها ولو فكره واحده باذن الله. نبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا جبت هنا في مشتريات الاسبوع بتاعي، جبت خضروات، جبت بدنجان للقليه، وجبت كمان بدنجان رومي عشان هعمل مسقعه. يبقى ايه اول اكله هنعملها؟ مسقعه. يعني في المنيو بتاع الاسبوع هنعمل مسقعه، وانا جبت الحاجات بتاعه المسقعه اللي هو الفلفل والبتنجان، وجبت الطماطم. هقولك طبعا على كل حاجه واقولك الاسعار كلها دلوقتي، بس هقولك الاكلات المنيو بتاع الاكلات ايه. في يوم هنعمل فيه باميه او رز، وهنعمل كمان معاها اللي هي اجنحه الدجاج. هنعملها مثلا تعمليها ببصل، تعمليها اي حاجه، او مشويه جنب الباميه بتبقى طعمها حلو جدا. وادي كده اكله انت وفرتي فيها والاكله ما كلفتكيش كتير. البصل كمان هقولك البصل كمان تعملي فيه ايه علشان تحافظي عليه وتشيليه. انا بعمل ايه في البصل يا جماعه علشان ما يهدرهوش؟ انا بجيب البصل كده كيلو البصل، بفرمه في الكبه، واحط عليه رشه فلفل اسود بس، واعبيه في اكياس واشيله في الفريزر. لما بعوز منه باخد منه القطعه بقى كده، فما بيهدرش معايا خالص، وما بيبوظ كمان عشان الجو حر. فانت لو سبتيه في الحر ممكن يبوظ منك، لا انت كده ما تهدريش البصل، وخصوصا ان البصل غالي دلوقتي، فلازم نحافظ ايه على الحاجه اللي نجيبها وما نهدرش منها اي حاجه خالص. تمام. هقولك بقى على الاسعار سريعا كده، وبعد كده نتكلم في ازاي هنعمل المنيو بتاعنا وازاي نوفر في الميزانيه بتاعتنا. اول حاجه انا جايبه ايه الباميه ب40 جنيه الكيلو، انا جبت نص كيلو ب20 جنيه، جبت 2 كيلو طماطم ب30 جنيه، جبت كيلو بصل ب22 جنيه، جبت البتنجان كيلو ونص، البتنجان اللي هو العروس ب10 جنيه، جبت كيلو بتنجان رومي ب5 جنيه، جبت نص كيلو فلفل ب8 جنيه، جبت كمان كيلو ليمون، كيلو ونص ليمون ب10 جنيه. جبت كمان حاجات للكشري، عدس ومكرونة ب25 جنيه. وجبت ايه كمان؟ جبت كمان رنجة، كيلو رنجة ب75 جنيه. انت تقدري كمان لو مش عايزة رنجة ممكن تبدلي الرنجة بالسمك، يعني ممكن تستبدلي الرنجة بالسمك فتجيبي سمك بدل الرنجة، ويبقى انت عملتي في الاسبوع بتاعك سمك، وعملتي في الاسبوع بتاعك اللي هي الاجنحة الدجاج. ادي كده وجبة فراخ. وهتعملي كمان هنعمل كمان اوراق. جبت كمان 5 اوراق. الورك الواحد انا بقطعه نصين، فبخلي الدبوس لوحده والقطعه اللي فوق لوحدها اللي هي الفخده بتاعه الورك. الدبوس ده بقى تعمليه مثلا مع اي وصفه. انا هعمل في الاسبوع ده، هقولك على المنيو بتاعي كله، هعمل في الاسبوع ده مع الدبابيس هعملها بالفيجيتار، وهعمل جنبها فته، الشوربه بتاعتها هعمل بيها فته، هتبقى طعمها حلو جدا على فكره بالفراخ، جربوها تعجبكم ان شاء الله. ومعاها البتنجان المخلل هخلل معاها بتنجان، يبقى كده وجبه. ويوم هعمل مسقعه، دي كده وجبه تانية. يوم كمان هعمل الباميه مع الاجنحه، يبقى كده يوم تالت. يوم اكلت فيه هاكل فيه الرنجه، يبقى كده يوم رابع. تمام. يوم كمان هعمل فيه كشري، يبقى كده يوم خامس. هيبقى فيه جزء تاني من الاوراق فايض معاكي، هتقدري تعملي بيه اكله تعديها يومين. تمام. تطبخي باي نوع من انواع الخضار وتقعدي فيه بيومين. طبعا انت لو انت جايبه بكليات بتاعت اول الشهر مثلا، او اي حاجه من الحاجات دي، او عندك خضار متفرز في الفريزر، ممكن تطلعي اي كيس وتعمليه. تمام.
انا هنا بوريكي البصل يا جماعه زي ما بقول لكم، الطريقه الوحيده للتوفير في البصل ان انت تفرميه كله وتاخدي منه جزء جزء على قد استخدامك، زي الثوم بالظبط. لما بتفرمي الثوم وبتشيليه في الفريزر كده بيبقى اوفر. انا بوريكي القوطه اللي انا جايباها، هي قوطه حلوه طبعا، بس ايه القوطه رفعت الايام دي، بقى الكيلو ب15 جنيه. انا جايبه ال2 كيلو ب30 جنيه، هيكفوني طول الاسبوع. اعمل بيهم كل الوصفات اللي انا هعملها قدامكم دي ان شاء الله هتكفي طول الاسبوع. تمام. الفلفل كمان انا جايبه نص كيلو، هاخد منه جزء اعمله اللي هو الاحمر اللي قدامكم ده، هعمل بيه البتنجان المخلل، والجزء التاني اخليه عشان المسقعه. تمام كده. يبقى احنا جبنا ايه؟ جبنا لحوم، وانا جبت الاوراق وجبت كمان الاجنحه مع بعض الاتنين ب200 جنيه. يعني انت تقدري كمان تجيبي اقل من كده، يعني تقدري تجيبي وراك اصغر من اللي انا جايباها وهوفر معاكي وهتبقى اقل من كده. يبقى انت اكلتيهم 3 مرات في الاسبوع فراخ، واكلتيهم مره واحده سمك. شوفي بقى انت يعني اكلتيهم طول الاسبوع لحوم، وما حرمتهمش من حاجه، مفيش حرمان في الاسبوع كله، وصرفتي مبلغ قليل مش كتير. ممكن لو انت عايزه تقتصدي شويه في اللحوم ممكن تلغي حاجه منها وتعملي الاكله من غير لحوم. يعني احنا ممكن نعمل الباميه والرز من غير ما نحط معاها الاجنحه، ونلغي الحته بتاعت الاجنحه دي ما نجيبهاش، فبالتالي هتوفري تمن الاجنحه. فانت كده قللتي وبقيتي مثلا الاسبوع بتاعك ب350 جنيه بدل 400 جنيه. تمام. يعني تقدري تقتصدي في الحاجات دي كويس جدا وتوفري اكتر من كده. انا اديتك افكار للمنيو بتاع الاسبوع، واديتك كمان افكار للخضار. فانا كل اسبوع بنزل اشتري الحاجات بالشكل ده. فلو انت مصروفك بالاسبوع هتقدري توفري وتقدري تعرفي ازاي تشتري حاجتك بالاسبوع. تمام. هتجيبي الحاجات بتاعتك اللي انت محتاجاها كلها بنفس ده، ونفس بحسب عدد اسرتك طبعا انت هتوفري. طبعا احنا عندنا الرز موجود في البيت، والزيت والسمن، كل الحاجات دي احنا شفناها في الفيديو المشتريات، هحطه لكم في صندوق الوصف، اللي احنا عملناه اول الشهر اللي هو بتاع شهر 9. تمام. تمام. لو انت بقى وصلتي معايا لغايه هنا في الفيديو يبقى اكيد الفيديو عجبك، يبقى ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام. ولو انت لسه جديده معايا في القناه اكتبي لي كومنت حلو كده عشان انزل ارحب بيكي واقول لك شرفتيني ونورتيني ووجودك على راسي من فوق. وقولوا لي بقى كده ايه يعني ايه لو حد عنده افكار للمنيو او افكار للمشتريات او افكار للتوفير يكتب لنا كده في الكومنتات ايه هي افكاره وايه هي اراءه، واحنا وانا كده ممكن اقولها في الفيديو اللي جاي للناس، يعني عشان كلنا نستفيد. يا رب كده تكونوا استفدتوا باي حاجه من الفيديو. وطبعا انا لما اجي اعمل العدس بقى طبعا ده مش هعمل طبعا العدس كله. تمام. يعني مش هعمل الكميه دي كلها، هعمل اقل من كده. فيعني